مرحبًا بكم طلاب الثانوية العامة، أهلًا بكل الطلبة والطالبات، حابة أقول لكم مبروك، ألف مبروك، ألف مبروك لكل الطلبة، وأيًا كان مجموعكم، ربنا يوفقكم دايمًا وتشوفوا النجاح في حياتكم المستقبلية وفي حياتكم الجامعية القادمة. حابة النهاردة أتكلم معاكم في تجربتي في الثانوية العامة. وكمان النهاردة عايزين نطلع من الفيديو ده بperspective مختلف وبفكر مختلف عن المجالات اللي لسه مفتوحة قدامكم. بالنسبة للناس اللي هيكونوا في المرحلة التانية في التنسيق، أنا عارفة إن الفيديو ده ممكن يكون متأخر شوية وانتوا already التنسيق هيفتح بكرة بتاع الرغبات، هيفتح في 6 أغسطس. فحابة يكون النهاردة الفيديو يساعدكم لو حد حابب مجال الترجمة أو عنده فكرة عنه وحابين إن انتوا تدخلوه، فالنهاردة هتكلم معاكم بشكل بريف ومختصر وبشكل جنرال عن المجال، وهنتكلم النهاردة عن حاجات هتفيدكم ومواضيع مختلفة. تابعوا معايا لآخر الفيديو. هاقول لكم تجربتي كده بشكل سريع back to after 5 years قبل 5 سنوات. أنا كنت آخر دفعة في النظام القديم وإحنا كنا دفعة كورونا، كانت أصعب سنة الحقيقة فجأة كده كل حياتنا تتقلب بسبب كورونا، وإن إحنا في أهم 3 شهور وأصعب 3 شهور الحقيقة بيكونوا على طالب ثانوية عامة، اللي هي بتكون ما قبل الامتحانات مباشرةً، كانت فترة المراجعة. أنا طبعًا الوقت ده كل الطلبة بدأوا إن هم يشوفوا طريق تاني أو أي وسيلة تانية تساعدهم إن هم يروحوا الدروس من في البيت أو كذا أو كذا. أنا كنت دايمًا ما شاء الله واخدة كده طريق يعني مختلف عن كل اللي الطلبة بيعملوا، طبعًا كل الناس خايفة والطلبة خايفة، بس أنا كنت دايمًا من النوع اللي ما باحبش أثقل على نفسي ولا أجهد نفسي، ويعني إيه، كانت طاقتي أهم حاجة، وبصراحة كنت باشوف إن الإجهاد الذاتي الزايد عن الحد بتاع من حولي يعني، ما كنتش عايزة أكون الصراحة بنفس النمط أو النموذج ده. فأنا قعدت في البيت وفتحت بقى كل اليوتيوب ومصادر أي مصدر موجود يوتيوب أو مواقع تقدر إن هي تشرح لي مثلًا الفيزيا، الكيميا، الفرنش كله. وإحنا ما كانش دلوقتي الموضوع يعني لسه وإحنا لمّا كنا في النظام القديم ما كانش لسه الموضوع فتح أوي كده بالنسبة للتدريس على اليوتيوب والشرح على اليوتيوب بقى منتشر جدًا طبعًا أنا ملاحظة، وظهر ناس كتيرة عمالقة وناس شاطرة جدًا، فدي ما كانتش لسه مفتوحة عندنا أوي كده، كان لسه الموضوع يعني إيه، كام حد معروف على اليوتيوب. فأنا طبعًا في الوقت ده بدأت إن أنا أشوف من المصدر ده، وده المصدر الوحيد اللي اعتمدت عليه، ما كنتش بانزل دروس خالص في آخر شهرين دول، مع إن هُم كانوا أهم فترة، ممكن بس الEnglish بس اللي كنت بانزله. عدّت الأيام وجات الامتحانات، طبعًا كان أصعب يوم بالنسبة لي أول امتحان هو يوم العربي، فكرة إن أنتِ خلاص بعد نهاية السنة داخلة والامتحانات ورهبتها ورهبة أول يوم دي عمري ما أنساها أبدًا. فالحمد لله بعد كل الصعوبات وبعد كل الضغوطات عدّت الأيام وعدّت الامتحانات وعدّت كل الفترة دي، وطلعت النتيجة، وأنا الحمد لله جِبت يعني 83. طبعًا دي مش أحسن نتيجة بالنسبة لكتير من الناس، بس أنا بالنسبة لي أنا كنت مبسوطة جدًا، مش لإنه مثلًا ده بالنسبة لي مجموع حلو لأ، لإن أنا كنت شايفة إن أنا عاملة اللي عليَّ، وده كان أهم حاجة بالنسبة لي. وأنا طول الوقت كنت دايمًا من الناس اللي بتدعي ربنا إنه يكتب لي اللي فيه الخير، عمري ما دعيت إن أنا مثلًا أجيب 99 أو إن أنا أجيب طِب أو إن أنا أجيب صيدلة رغم إن أنا كان حلمي صيدلة، بس أنا كنت باقول يا رب اكتب لي اللي فيه الخير، عشان أنا دايمًا مؤمنة إن ربنا شايف مستقبلي وشايف حياتي وهيبقى أكيد عارف الأحسن ليّا، فأنا كنت باقول له يا رب اكتب لي اللي فيه الخير. وتعدّي الأيام وتيجي وتخلص ثانوية عامة وتبدأ الجامعة، تسجيل الرغبات. طبعًا أنا مجموعي كان في السنة بتاعتي كانت طِب من 97 أو 98 تقريبًا كمان.
وصيدلة بقى برضه في ال90 في ال90 وكل المجالات الطبية كانت في ال90. فأنا كان مفتوح ليّا المجالات بتاعة اللغات، الأدب والتجارة والمجالات اللي إحنا عارفينها التانية بتاعة المرحلة التانية. فأنا طبعًا بدأت إن أنا أشوف دلوقتي ما فيش قدّامي غير إني أشوف إيه أكتر حاجة أنا باحبها وميّالة لشغفي وأدخل فيها، وطبعًا كانت اللغة الإنجليزية، وكان قدّامي آداب وأكتر من قسم. كان في English وFrench ولغات كتيرة، ف وحتى الFrench طبعًا كانت برضه أنا لو قُلت لكم قصته كده الFrench بالنسبة لي أوقات كتيرة ما كنتش بانزل وفي الدروس يعني، وأوقات كتيرة كنت باتابع بس اليوتيوب، والحمد لله هي المادة اللي أنا جِبت الدرجة النهائية فيها، ودي كانت بالنسبة لي صراحة مفاجأة كبيرة جدًا يعني خالص، فالحمد لله دي كانت من توفيق ربنا. ففي حاجات فعلًا أنتِ ممكن تبقي مش متوقعة إن أنتِ تجيبي فيها درجات، أو مش متوقعة إن هي دي اللي أنتِ تجيبي فيها الدرجات النهائية وتجيبي، لإن ربنا عايز كده، هي دي بتبقى تدابير ربنا، ودي حساباته، فدايمًا خليكم مؤمنين باللي ربنا يكتبه لكم، واللي ربنا ييسره ليكم. فأنا كنت باتكلم معاكم في لحظة تسجيل الرغبات، كان عندي English وكان عندي ترجمة، كان قسم جديد لسه فاتح، فأنا حطيت الرغبة الأولى اللغة الإنجليزية، والرغبة التانية كانت الترجمة. اللغة الإنجليزية وقفت معايا يمكن على نُص درجة، وعملت التماس وما اتقبلتش، وربنا كتب لي في قسم الترجمة، والصراحة دي كانت أجمل المجالات اللي أنا دخلتها، ولو رجع بيّا الزمن هادخل ترجمة تاني. طبعًا المثير للضحك في الموضوع إن أنا ما كنتش أعرف أي حاجة عن ترجمة، بس أنا لو هاحط حاجة زي ما قُلت لكم طبعًا لشغفي أنا باحب الEnglish، والEnglish والترجمة قسم الترجمة بندرس باللغة الإنجليزية واللغة العربية، يعني both of these languages. فقُلت خلاص ما دام هي في سياق شغفي إن شاء الله ندخل ونشوف الموضوع، وبدأت بقى إن أنا أبحث عن مجال الترجمة وأعرف عنه أكتر. عرفت كده general idea وعرفت المجالات والأقسام، فبدأت إن أنا بدأت إن أنا يبقى عندي فكرة عن قسم الترجمة. طبعًا أنا مش عايزة أقول لكم إن أنا كنت شايفة إن في ثانوية عامة كان لسه عندنا حاجة اسمها ترجمة، دلوقتي أنا باشوف اختياري، يعني باشوف جايبين لكم الترجمة وأنتم بتختاروا أحسن ترجمة بيبقى في اختيارات، بس إحنا ما كناش كده، إحنا كنا جملة وأنتِ تكتبي اللي أنتِ فهمتيه بما في سياق المعنى. الحمد لله برضه لمّا شُفت اللغة الإنجليزية لقيت إن أنا الحمد لله جايبة الدرجة النهائية في الترجمة. وكانت سهلة الحقيقة، وأنا أصلًا لمّا كنت يعني المثير للضحك اللي أنا باقول لكم عليه، أنا كنت باشوف اللي هو إيه الترجمة دي، أنتم ليه حاطين لنا دي أصلًا، دي إيه لازمتها وإيه أهميتها وإيه الترجمة دي أصلًا، ومين ممكن يفكر إن هو يدخل ترجمة، أو دي أصلًا إزاي هي أصلًا مجال موجود بيتدرس. فكانت بالنسبة لي حاجة مهمشة جدًا وما لهاش أي أهمية، ومحطوطة بس كده علشان تتعب وترهق الواحد، ويعني كده اللي هي إضافة. فسبحان الله إن أنا في الآخر ده يكون مجالي وتتغيّر فكرتي تمامًا، وبعد ما عرفت أكتر عن المجال ودخلته وعرفت إن هو أكبر بكتير مما تتصوّري، وإن هو علم فعلًا يعني ليه جذور وليه أُسس وليه نظريات وليه أبحاث وليه جامعات من حول العالم، وفي أمريكا وفي لندن وكل الجامعات بتدرس الترجمة، وليها سياق أكاديمي قوي جدًا، ومجال مش أي حد يدخله، ومش بالسهولة اللي أنا كنت بافكّرها أبدًا، أبدًا، بمختلف مجالاته. طبعًا بعد ما دخلت الجامعة واتعرّفت أكتر عن القسم، واتعرّفت إن إحنا بقى بدأنا واحدة، واحدة. طبعًا في الأول كان صعب جدًا، كانت كل حاجة بالنسبة لي جديدة جدًا، مختلفة، إيه اللي إحنا بندرسه ده؟ يعني إيه ترجمة؟ يعني إيه بندرس أساسيات الترجمة؟ طبعًا أنتم برضه بتبقوا محتاجين في أول سنة كنا بناخد حاجة اسمها الأدب، كنا بناخد الliterature، محتاجين إن إحنا نبقى عارفين عن ثقافة الغرب. نعرف عن تاريخهم، علشان أي مجال أنتِ بتترجمي فيه لازم وضروري ولا بد من إن أنتِ تكوني عارفة عن ثقافة الدولة دي، ضروري جدًا تكوني عارفة مين الناس دول اللي أنا هاكون مكلفة أترجم لغتهم، لازم أكون عارفة بيفكروا إزاي، إيه هي الculture بتاعتهم، إيه هي الtraditions بتاعتهم، علشان لمّا آجي أنا من واحدة
لغتي والculture بتاعتي عربي، أعرف إزاي هاقدر أdeliver all of these ideas اللي موجودة في السياق واللي موجودة في الكلام للثقافة الأخرى المختلفة كليًا دي، وده بينطبق على كل المجالات أو على كل اللغات الأخرى. وطبعًا بعد كده هتعرفوا يعني إيه إن في الترجمة القانونية دي مختلفة تمامًا في ترجمتها وفي مترادفاتها عن الترجمة الطبية، عن الترجمة الأدبية، عن الترجمة العلمية، عن الترجمة الإعلامية، عن الترجمة الهندسية، بحر من المعلومات ومن المجالات، يعني شيء أكبر مما أي حد متصوّر وواخده والله ده الترجمة ديّة Google Translate، الترجمة ديّة يعني حُطّي كلمة على Google وترجميها، هي إيه أكتر من كده؟ فدي الفكرة كانت فعلًا أي حد مش عارف عن المجال أو ما دخلهوش، هتبقى دي الفكرة النمطية المعروفة. فأنا بعد ما دخلت المجال وقدرت إن أنا أشوف نَفْسي فيه وقدرت إن أنا أحب أكتر مجال هاعرّفكم عليه بعدين، وهو مجال الترجمة الفورية، هو أكتر مجال شدّني وحبيته وحسيته متوافق معايا ومع شخصيتي ومع حتى المهارات اللي بيهبها ربنا للإنسان. فأنا النهارده عايزة أقول لكم من موقعي هذا إنه إحنا بقينا في 2025، ما ينفعش نكون لسه مقتنعين إن المجموع هو اللي هيحدد أنا هانجح في إيه. طيب لو حد جاب 98 ودخل طِب بس بيكره المجال ومش قادر يكمّل فيه، ده كده ناجح؟ وواحد تاني جاب 80% بس اشتغل على نفسه ولقى مجاله اللي بيحبه ونجح فيه، هل ده فاشل؟ الفكرة يا جماعة مش في المجموع، الفكرة أنت هتختار طريقك بإيه بعد كده. فأنا عارفة إن في ناس كتير كانت بتحلم تكون دكاترة أو مهندسين من وهُم صغيرين، بس أوقات الطريق بيختلف، مش لإنك مش قد الحلم، لكن لإن ربنا بيجهّزك لطريق تاني مناسب ليك أكتر. ليه ما تبقاش الترجمة أو أي مجال تاني هو الجسر اللي يخلّيك تفضل في نفس الكوكبة دي مثلًا، اللي بيخدموا المجتمع، اللي ليهم دور، اللي بيكبروا ويحققوا ذاتهم، مش لازم نفس اللقب، لكن بنفس القيمة. فأنا حابة النهارده أقول لكم يعني إيه تشتغل مترجم، وهل ده مكان فعلًا مجال يُحتذى بيه وأقدر إن أنا أكون فيه؟ الترجمة مش بس إني أحوّل كلام من لغة للغة، الترجمة شغل احترافي. محتاج عقل وتحليل ومسؤولية زي المترجم القانوني، المترجم الطبي، مترجم المؤتمرات، كلهم بيشتغلوا مع مؤسسات كبيرة وناس حرفيًا عمالقة، وكتير بيشتغلوا أونلاين وبيكسبوا كويس جدًا. المجال يا جماعة فيه فرص وفيه احترام، بس محتاج اللي ياخده بجدية، وحُطّوا تحت بجدية دي 20,000 خط أحمر. حابة برضه أكلمكم لو بتحبوا اللغة الإنجليزية هل الترجمة تنفع ليكم؟ مش كل اللي بيحب اللغة الإنجليزية ينفع يترجم، بس دي نقطة ممكن نقول إن هي بداية مهمة. لو بتحب تفهم المعنى الحقيقي وبتحب تعبر عن نفسك بدقة كده وعندكم حس لغوي، بتحبوا تفكروا في السياق قبل الكلمة، يبقى عندكم بذور لمترجم ناجح، وده ممكن تكتشفوا أكتر لما تبدأوا تجربوا وتتعلموا وتدخلوا في المجال. النقطة الخامسة اللي حابة أكلمكم فيها هي إزاي تبدأوا في الترجمة من غير ما تكونوا في كلية لغات. يعني انتوا لو اتفتح لكم كلية ألسن أو كلية لغات على حسب، جميل جدا، خير and go ahead. طيب لو انتوا ممكن تدخلوا آداب، ببساطة الإنترنت مفتوح، ممكن تتعلموا من كورسات، من فيديوز، من كتب، من جروبات، من تدريب، فرص تطوع، وكل دي حاجات أنا خُضتها وعملتها فعليًا، أي مجال ترجمة، وأخدت كورسات ورُحت مؤتمرات وحضرت فيديوهات online كتيرة، حضرت فيديوهات وقرأت كُتب ودخلت جروبات وعملت تدريب، وحتى عملت فرص تطوع في الترجمة، كل دي حاجات فادتني جدًا فوق ما تتصوروا، وهو ده اللي أنا حابة أفيدكم بيه وأنقل لكم خبرتي فيه لكل الطلاب اللي حابين قسم الترجمة، ولكل الطلاب اللي فعلًا في قسم الترجمة بس حابين يطوروا من نفسهم أو هم في سنة أولى أو تانية. أنا بدأت وأنا لسه طالبة واشتغلت على نفسي وقدرت أحقق دخل كويس من الترجمة من غير ما أكون في كلية ألسن. كل اللي محتاجين تبدأوه هي خطوة ونكمل بخطة، وأنا هنا عشان أساعدكم في الطريق ده،
وأتمنى ما يكونش الفيديو طوّل عليكم، هنتكلم بعد كده بالتفصيل في الفيديو المقبل، تابعوا واشتركوا في القناة علشان نتكلم أكتر عن الترجمة وعن إزاي تدخلوها، وحابة أجاوب أسئلة ناس كتيرة جدًا حوالين الترجمة.